بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. معلش يا جماعة سامحوني، يوم الشتاء قصير رجعت لكم بروتين جديد، شتوي، جديد، روتين المرأة المصرية المكافحة. بصوا يا جماعة، طبعا يوم الشتاء الضيق ما مخلينيش والله مقضية ان انا امنتج وكده، سبحان الله يعني. لكن أول جزء في الفيديو بتاع النهاردة دي المشتريات بتاعة السوق. النهاردة عندنا السوق بتاعنا النهاردة، فنزلت جبت طلبات الأسبوع دي، كيس بالشطة، وأدي الفاكهة، وجبت بطاطس. يعني الحاجات غالية، ما فيش حاجة رخصانة أبدا، رغم من الموسم بتاع البطاطس والطماطم. 2 كيلو ب10. وأحلى حاجة أنا بجيبها في السوق نازلة عشانها مخصوصة، اللي هي الجبنة القريش، دي جميلة قوي. وممكن بس غالية والله، ارتفعت الكام حتة دول طالعين ب20 جنيه. احنا كنا نجيب ال4 حتت اللي زيهم ب10 جنيه من كاليام دي بالظبط يعني. افضل طريقة انك تحتفظي بالجبنة القريش دي يا جماعة، انك انت لو عندك لبن اغلي اللبن وحطي اللبن على الجبنة القريش، تفضل لحد ما تخلص كده. وبعدين هي مليانة بالكالسيوم، مغذية جدا جدا، افضل كتير من جبنة العلب اللي نشتريها من بره. يعني مليانة بالكالسيوم، عندك اطفال ولا عندك نقص بالكالسيوم، فبتزود الجسم بالكالسيوم خالص، مغذية ونظيفة قوي، ما فيهاش مواد حافظة، ما فيهاش اي حاجة، يعني عشان تحتفظي بيها وما ما تبصش منك. وجبت كمان الجزر عشان اخلله، وجبت شوية بصل. البصلات دول طالعين ب10، والجزرات ب10 برضو، يعني 3 كيلو جزر ب10، وتلاتة وايه، و5 ربط. بصوا خلصت الموضوع ده وطلعت على بيت اخواتي. بصوا والله يا جماعة انا متولية تشطيب شقق اخواتي، فسبحان الله ربنا يقدرني. هتقولولي ايه اللي بتعملي ده؟ كل اللي انتوا شايفينه ده انا اللي عاملاه. السلم ده شطبته، بس حبيت اوريكم يعني تقولوا رأيكم في الشغل، لانهم هم مسافرين، وانا اللي في معريس، واحد عريس هيتجوز ان شاء الله، فانا متولية الشغل بتاع البيت يعني. يعني سبحان الله شقة ليل ونهار، يعني مفيش راحة ابدا. شفت التشطيب، ايه رأيكم في السلم؟ انا اللي واقفة على الشغل وبجيب الصنايعية، ربنا يعيني على اللي انا فيه والله. خلاص الواحد انتهى على كده، ليل ونهار، لا مقضية البيت ولا مقضية الشغل والصنايعية اللي عندي في بيت اخواتي، فسبحان الله ربنا يعيني. وساعات بروح يعني كانت في حاجة ناقصة كده ولا كده بجيبها للعمال يعني. زي ما انتم شايفين كده، ما عندهمش حد في البلد يساعدهم، وهم 2 مسافرين برا مصر يعني. فعشان اخويا التاني يعني فيهم واحد عريس يعني، سبحان الله ولاني المهم، وانا ما قدرتش اقول له لا، فقعدت اجهز انا في الشقه، والبيت ما كانش فيه اي حاجه مجهزه، وده الرخام ركبناه، وده الحديد. غير دهانات السلم زي ما انتم شايفين اهو. وصلنا يعني مرحله متقدمه جدا، بدأنا من الصفر، ما كانش فيه اي حاجه في البيت، الحمد لله اللي احنا وصلنا لحد المرحله دي. بس حبيت النهارده، انا كنت رايحه واخده دودي معايا، فحبيت اصور لكم عملنا ايه عشان تقولوا لي رايكم فيها. شويه تكات كده في السلم مش عجباني قوي، بس هم يبقوا يرجعوا بقى، لما يرجعوا يبقوا يصلحوها. لسه الشغل شغال، في العمال شغالين في السلم، بس انا قلت اوريه لكم يعني زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم بقى؟ عارفه اشتغل ولا بيضحكوا عليا الصنايعيه؟ طبعا بيستحبني في الشغل ده الشقه الاخيره، احنا مجهزين شقتين بس. ده تبع اخواتي يعني، والله انا بروح بملى لهم الميه يعني، وادي السيراميك جاي، ما فيش اخر خطوه اعملها السيراميك ان شاء الله. رجعت البيت طبعا، يعني حبيت ان انا اعمل حاجه الاولاد ياكلوها، فما لقيتش ان انا ايه اجهز، لان لنا بدري ما كناش، فحبيت اعمل حاجه شتويه، اكله شتويه تدفي يعني. فعملنا ايه؟ المخروطه الصعيدي الاصليه زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا جماعة، أهم حاجة في المخروطة دي قلت لكم قبل كده، إنك انتي لازم العجينة تبقى ايه، تبقى سميكة، ما تبقاش طرية، عشان ما تطلع مفردة معاكي من المكنة. معلش هقدم لكم الفيديو بسرعة، هسرع لكم الفيديو بس عشان ما تملوش منه. ودي الفطيرة التانية. بصوا العجينة، انتم ملاحظين ان انا الفطيرة بصوا سميكة ازاي، ما هياش بتتفرد بسرعة،
قلت لكم لازم تبقى سميكة عشان تبقى ايه تعرفي تبقى الشعر مفرد معاكي زي ما انتوا شايفين كده بالعافية. والله انا كل ما تعمليها كل ما تسمكيها كل ما تطلع معاكي احلى. لو المكنة بتاعتك حلوة مش محتاجة تسمكيها، او بس انا المكنة بتاعتي مش حلوة قوي يعني. هقعد الف فيها كده لحد ما افردها خالص عشان تبقى عندي شعر مفردة واحدة واحدة. وسبق ان انا وريتكم العجينة بتاعت قبل كده في فيديو سابق، وريتكم ازاي ترقي الفطيرة وتعجني العجينة عشان تبقى معاكي حلوة، عشان تاكلي الأكلة الشتوية الجميلة دي من أجمل الأكلات الشتوية عندنا في الصعيد. أكلة الدفا والشتا والبرد، أكلة جميلة يعني تنفع غدا وفطار وعشاء، يعني في أي وقت احنا بناكلها. الأولاد بيحبوها باللبن قوي، بياكلوها بالجبنة القديمة، بياكلوها بالعسل، بأي طريقة. بعمل منها كمية وحطها في الفريزر تقعد معاكي شهر واتنين والله، أو تقعد معاكي شهر يعني مكنتش عايزة تخليها فترات طويلة. كل ما تيجي تحتاجي منها شوية سخنيها على البخار المية ترجع كأنك لسه عاملاها دلوقتي. بنفس الطريقة دي هقعد افرد فيها لحد ما انا يعني بفضل ان انا بعمل حتة عجينة كبيرة. لو انت ممكن تعمل، في ناس بتعمل فطيرة صغيرة عشان تعرف تتحكم فيها بطريقة افضل، براحتك يعني. انا بضربها كده بس عشان تفرد مني بسرعة. لا وانا والله بعد ما اتجوزت اتعلمت الفطير ده، ما كنتش بعرف اعمله اطلاقا. بقيت اعلم نفسي واحده واحده كده لحد ما اتعلمت. بس اما يعني مش صعب ان الواحد يقول ما بعرفش، يعني اهم حاجه انك انت تحاولي تتعلمي واحده واحده، ما تستكبريش على حاجه تلاقي نفسك انك انت عرفتي كل حاجه. كله بيحتاج انه والنفس بتروح الحاجات دي انك تعمليها في البيت. وبعدين غاليه قوي بره، يعني تروح تشتري لو اتقطعت حاجة منك مش هتعمل أي حاجة. بص أنا ممكن تلفيها عن الشبكة وتبرميها وتقطعيها. أنا بفضل إن أنا أعملها كده وأجي مقطعة على قد على قد المكنة بدخلة المكنة زي ما انتوا شايفين كده. في ناس بتلفها بتبرمها كده وتيجي مقطعة براحتك بقى، الطريقة اللي تريحك. أهم حاجة إنك انت في الآخر تعرفي تفرديها في المكنة ماما بس كده. وجبنا المكنة ونبتدي ننزل قطعة قطعة عشان تشوفوا الشعر بقى. وادي المكنة اهي يا جماعة، وهبتدي اوريكم ننزل ازاي الفطيرة فوق المكنة. انا عملت الموضوع ده وعملت شوية كتار عشان ينفعوني، لان امتحانات الاولاد جاية، فبلاقيها حاجة عملية. ممكن كل ما يحتاجوا ان انا اسخن كده بطلعه من التلاجة واسخنه بسرعة، يدوبك شوية بخار وبسخن، يبقى اكلة سريعة. يعني حبوا يتعشوا بالليل ولا يفطروا ولا الصبح، عالشهر تبقى سريعة جدا ومش جدا مكلفة يعني. زي ما انتم شايفين كده. بصوا ادي الفطيرة اهي، ادي المخروطة، وادي الشعيرات بتاعتها بالفوم بس بالدقيق ماما عشان ما يلزقوش مني. بحطهم في الغربال بقى عشان اصفيهم من الدقيق، ما يبقاش فيهم ملزقين بالدقيق. واهم حاجة اللي تكون المية على البوتاجاز بتغلي. ودي الفطيرة اللي بعد كده بحاول ان انا احط تحت المخروط على في الحلة معالق خشب. لو عندك كام معلقة خشب كده حطيهم عشان البخار ما يطلعش مباشرة على على الشعر بتاع المخروط وما ما يعجنش يعني. وادي الفطيرة التانية بنفس الطريقة برضو وبسرعة، بنفس الطريقة اللي رأيت بيها الفطيرة الأولانية هعمل بيها الفطيرة التانية، وهكذا لحد ما أخلص الكمية دي كلها. العجينة اهي زي ما انتم شايفين شدة، ما هياش عجينة طرية. ماما
شايفيني سريعة، أنا بحب إن أكون سريعة بالذات في الفطير، لأني بزهق بسرعة. ما عنديش طولة البال. في ناس بتقعد كده بالها طويل وفاضية، لكن قلة فاضي والله. أنا ببرمها بسرعة كده وبديها بسرعة عشان تتفرد معايا. يعني الواحد في دماغه 60,000 حاجة، يعني سبحان الله يا رب. تتقطع مني قطعة بسيطة ما بتعملش حاجة خالص، يعني ما تخافيش عليها، لأن هتنزل المكنة برضو وهتبقى شعر يعني. هتقولي اتقطعت منك؟ أبدا، ولا تتضر ولا تعمل أي حاجة، عشان أنا بس يعني عاوزة أكل أولادي بسرعة. زي ما انتم شايفين كده، ادي المخروطة. بصوا يا جماعة، البخار طالع. لابد ان البخار يبقى طالع من الحلة كده. هو اللي ما نزلش فطيرة على فطيرة غير لما الفطيرة الأولانية تستوي. وادي كمية أنا طلعتها من المخروطة اللي استوت. أم، جميلة، بس هي قلة الصبر يعني معايا. برضو بتطلع حلوة خالص على فكرة برضو يعني، لكن ممكن تطلعيها أحلى من كده برضو. يعني كل ما تسماكي العجينة